وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ بشخص من أجل مسك واستعمال أختام وطوابع أصلية للسلطة العمومية، فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير واستيلاء موظف عمومي على منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفته. وتم ذلك بعد أن توفرت معلومات لدى الوحدات الأمنية لفرقتي الشرطة العدلية والإرشاد بالمرسى بشأن توافد غرباء عن المنطقة إلى منزل المعني وهو موظف بلدي معزول. بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة والفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ومركز الأمن، تم بعد استشارة ممثل النيابة العمومية تم التحول إلى منزل المعني الذي تبين وأنه حديث الخروج من السجن من أجل قضية تدليس عقود بيع، أين عثر على عقود بيع سيارات وعقود كراء محلات ومضامين ولادة ونسخ من بطاقات تعريف وطنية وأختام تواريخ وأختام مطابقة للأصل باللغتين الفرنسية والعربية ودفتر وصول كراءات وأختام أخرى.